آدم الساحر اللي باع عمره للجن، ولما تاب الجن رفض يسيبه. اشترك في القناة واضغط لايك وصلى على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. في أوائل الثمانينات كان فيه ساحر اسمه آدم ما كانش أي ساحر، ده كان معروف إنه بيقدر يخلي الجن ينفذ أوامره في لحظة. الشهرة جات له من كل مكان، والناس كانت بتجيله عشان يربط أو يفرق أو يضر. لكن فجأة آدم اختفى. بعد سنين رجع، بس مش نفس الشخص. رجع بلحية وملامح منهارة وقال: أنا تبت، واللي كنت بعمله كان حرام، بس الجن مش سايبني. الناس استغربت لحد ما بدأ يحكي. في يوم وهو بيعمل طقس الاستحضار شاف حاجة عمره ما شافها قبل كده. مش جني واحد، لأ، مئات واقفين حواليه وعيونهم كلها متثبتة فيه. قال إنه سمع صوت واحد فيهم بيهمس: انت ملك لينا حتى لو تبت. ومن بعدها حياته بقت جحيم. كان كل يوم يسمع أصوات في البيت، يشوف وجوه في المرايات، يحس بحاجة بتسحبه من رجليه وهو نايم، وكل ما يحاول يصلي يسمع ضحك غريب بيرن في ودنه. آدم حاول يسيب كل ده، حاول يبعد، بس اعترف بكلمة واحدة قبل ما يختفي تاني: السحر ممكن تسيبه، بس الجن عمرهم ما هيسيبوا صاحبهم.